النهاردة هنرجع لوقت كانت فيه الأم المصرية لما تنزل الشارع كله يحترمها، مش بالصوت العالي ولا بفرض السيطرة، لكن بالهيبة. هيبة كانت بتلبسها قبل ما تتكلم. حقيقي الملاية اللف والبرقع كانوا أكتر من لبس، كانوا رسالة. الملاية اللف ما كانتش قطعة قماش وخلاص، دي كانت لغة، اسود تقيل بيتلف بإيد ثابتة، وكل لفة ليها معنى وكل حركة محسوبة. الأم كانت تلف الملاية وتطلع السوق أو تزور جارة أو تحضر فرح أو حتى تلف في البلكونة، ومن غير ما تقول كلمة الكل كان يفهم إن دي ست ليها مكانة. الملاية كانت ستر وأناقة وذكاء شارع، تجمع بين البساطة والقوة. طب والبرقع؟ البرقع ما كانش اختفاء، بالعكس كان حضور، قطعة صغيرة جدا بس ليها أثر كبير جدا، يخلي العين تركز على الوقفة، على المشية، على الشخصية. الأم بالبرقع كانت تقول أنا موجودة بس مش معروضة. في زمن ما كانش فيه سوشيال ميديا ولا كاميرات، الست كانت بتحدد بنفسها حدودها، وده كان جزء من قوتها. الأم المصرية بالملاية والبرقع كانت تعرف تمشي في الشارع، تعرف امتى تبص وامتى ما تبصش، تعرف امتى تتكلم وامتى تسكت. اللبس كان درع ليها، وكان احترام متبادل بينها وبين المكان. عشان كده الملاية ما كانتش ضعف، كانت قوة، بس قوة ناعمة. زمان الشارع كان مسرح وكل ست كان ليها دور. الملاية اللف كانت زي رسمي غير معلن، يوحد الستات لكن يسيب لكل واحدة شخصيتها. واحدة تلفها بإحكام، واحدة تسيب طرف سايب، واحدة تمسكها بإيديها وواحدة تسيبها على كتفها. نفس القطعة بألف ستايل وألف حكاية. والحقيقة إن الأم ما كانتش بتلبس الملاية عشان الموضة، كانت بتلبسها عشان الحياة. الملاية تستحمل الحر والزحمة والمشاوير، وتستحمل الزمن كمان، تتغسل، تتلبس، تفضل واقفة زي الأم بالظبط. ومع الوقت الملاية اتغيرت، الملاية اختفت من الشارع والبرقع بقى ذكرى، بس الإحساس لسه جوانا، لسه فاكرين أمهاتنا وهم نازلين السوق أو واقفين على باب البيت بنفس الهيبة، بنفس الوقفة. يمكن اللبس اتغير لكن الروح ما اتغيرتش. الغريب إن الموضة دلوقتي بترجع تفتش في اللي الزمن عمله من غير ما يقصد. القصات الواسعة، اللون الأسود، الستر، الراحة، كل ده رجع بس بأسماء جديدة. بس الأصل كان هنا في الشارع المصري وفي الأم المصرية اللي كانت بتفهم الفاشون بالفطرة. ومن هنا نرجع نسأل نفسنا، هل الأناقة لازم تكون صاخبة ولا ممكن تكون هادية وقوية؟ الأم بالملاية والبرقع كانت الإجابة. كانت شيك من غير تكلف، قوية من غير صراخ، وحاضرة من غير ما تطلب أي اهتمام. وده الإلهام الحقيقي اللي بيعيش، إن اللبس يكون امتداد للشخصية مش قناع، إن الأناقة تحمي مش تكشف، وإن الست لما تكون واثقة أي لبس تلبسه يبقى له معنى. ومن هنا نرجع لكلمة من زمان. من زمان مش كلمة بنحكي بيها عن ماضي ولا كلمة بنفتكر بيها نفسنا. وده بودكاست من زمان، رودانيا ستايل مع نهال رشاد، بنحكي فيه عن اللبس وعن الزمن وعن التفاصيل الصغيرة اللي شكلت وعينا وذوقنا. استنونا في الحلقة الجاية وحكاية جديدة من زمان. ولأن الأناقة مش موضة، الأناقة حكاية. تابعي رودانيا ستايل على الفيسبوك وعلى الانستجرام @رودانيا ستايل، وكمان زوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. ولايف سوبرتي
dress like it. Bye. Stop.